هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اشتاقيت لكم كلش هواية حبايب قلبي. بلش وياكم بفلوق جديد. اليوم هنا كانت طلعتنا الأحلى أو أشرف وأطهر مكان بالعالم كله. كلش حلوة كانت الطلعة والحمد لله والشكر. زرنا وانتعيت لكم شخص أوصاني بالدعاء، دعيت له. فهنا احنا كانت طلعتنا الظهر متوجهين لزيارة المراقد المقدسة. فهنا أخذتكم وياي بالطريق حتى أمتع نظركم بهذا المكان الحلو وحتى أغير لكم شوية. شكرا على البنات اللي سألوا علي، أنا ممنونة من يمكم حبايب قلبي. كلش أشكركم من كل قلبي والله العظيم. الانستغرام الملا رسائل واليوتيوب اكو بيهم خطية. اللي ما عندهم انستغرام رجعوا للفيديو السابق ويعلقون وينش ليش ما موجودة. فدوى لقلبكم بنات على كلامكم اللي يخبل. انا ممنونة من يمكم حبايب قلبي. بس ان شاء الله رجعت وياكم ورجعت بالفيديوهات الاحلى والاقوى وانا انطيكم الطاقة الايجابية. يلا تعالوا وياي اخذوا مناني مو بس الطاقة الايجابية، اكسبوا الراحة النفسية. بس شوفوا الغروب شون شكله يجنن. يعني احنا بالبيت مظلومين، ما نشوف شون الدنيا من تغرب وشون الدنيا من يعني الصبح. فهنا صورت لكم هذا الشي حتى نذكر نعم رب العالمين. هنا وصلنا لزيارة شريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. يا رب إن شاء الله حوائجنا وحوائجكم مقضية بحق محمد وآل محمد. فاني كل شخص أوصاني بالدعاء دعيت له وما قصرت ويا أي واحد. فيا ربي تقضى حوائجكم بحق محمد وآل محمد. فهنا حبيت أغير من نفسيتي وحبيت أخذ الطاقة الإيجابية وأنطيكم طاقة إيجابية. والله العظيم فدوى لقلبكم بنات. على البنات اللي كاتبين لي، اكو وحدة من البنوتات كاتبت لي اني طاقتي خلصت ايش وقت ترجعين. فدوى لقلبك حبيبة قلبي على هالكلام الراقي مثلك. وشفت هواي متابعات الي هناك كلش تونسنا وياهم وكلش حابة وجودهم بحياتي. يا رب اللهم يرزقكم نفس المحبة اللي رزقتوني اياها. يا رب اللهم يسعد قلوبكم بحق محمد وآل محمد. فهنا دخلنا للضريح. حبيت اوثق لكم اللحظة واصور لكم حتى ان شاء الله تزورون وتقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا مرقد العلوية شريفة بنت الإمام الحسن. زوروا بنات اطلبوا حوائجكم وإن شاء الله حوائجكم مقضية. هنا بعد ما خلصت زيارة بلشت صليت صادفة صلاة المغرب وصلاة الزيارة. بلشت أقرأ بالدعاء وشكو شخص دعيت لكم ما قصرت ويا أي وحدة وإن شاء الله حوائجكم مقضية. بعدها هنا دنيا الليل طلعنا. يعني انتم شوفوا الجو والله العظيم تحسين نفسك وبراحة نفسية مو طبيعية. هنا ذاهبين مكان أحلى مكان الكل شخص خارج العراق يتمنى يروح له وإن شاء الله يقسم لأي شخص بعيد عن وطنه يقسم له هاي الزيارة. شوفوا الجمال. هنا رحنا لمحافظة كربلاء المقدسة. فمن خلال هذا الفيديو حابة أرحب بنات كربلاء اللي وياي، حابة أرحب بكم كل الهلا بكم حبايب قلبي. أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة حبايب. انتم أتمنى تشاركون قناتي حتى قناتي تصعد بوجودكم إن شاء الله. يا أحلى وأغلى ناس اتعرفت عليكم والله العظيم. كمية الحب اللي شفتها بعيون البنات اللي التقيت بيهم هناك ما تستولف، يعني أعجز عن وصفها. فهنا وصلنا يعني ايش اسولف لكم، جوي يجنن قليل بحقه. بس هنا صار وياي موقف لأول مرة بحياتي يصير هيك موقف وبنفس الوقت حابة أنطي فد رسالة.
هنا انتم خليكم ويا الزيارة وراح تزورون وراح تشاركون هاي الأجواء، وأنا راح أسولف الموقف. دخلت للإمام العباس أزور، فأول ما دخلت فهي كانت ازدحام، هوسة، وجمعة، العفو، خميس على جمعة، فكلش ازدحام. فبالإمام العباس دخلت، يعني لزمت الشباك، وأنا لزمت الشباك حسيت أكو واحد يجر بيه. زين، فأني إيش عبالي؟ عبالي الروج مال النسوان يعني، وهيك الشي، فانشقت عباتي. زين، بعدها بعد ما انشقت العباية اكو فشين سحب، فهنا أني انسحبت جنطتي. ما اشتاق انا لعطرك تربة مر. فبعد ما انسحبت جنطتي حسيت، فشنو مقابل؟ يعني احنا بالإمام العباس اجت وحدة تسرق من يم جزلاني وموبايلي. فهنا أني حسيت رأسة، يعني جرتني هي من ايدي، بس الحمد لله والشكر ما قدرت لا تاخذ جهازي ولا قدرت تاخذ جزلاني، لان انا كنت سبعة وقوية وكنت قد هذا الموقف اداركته، يعني رأسة حسيت على نفسي ودفعتها. بس حابة اقول فد شي، اذا احنا بأطهر واقدس مكان نسوي هيك اشياء، شنو اللي نستفاده؟ يعني مع احترامي وتقديري للناس الزينة، كلامي موجه للهيجي فئات، وين نريد نوصل؟ يا عيني يا أختي يا أمي، مو انت بأطهر مكان بالكون كله، انت جاية يعني ها وشوية وين؟ يعني بضريح الإمام العباس، بعد شنو اللي يريد نوصل له؟ أتمنى من اللي عندهم هاي العادة السرقة يبطلونها. نصيحة من أخت لأختكم، كلامي للبعض مو للكل، نصيحة من يمي. والله العظيم المال مال دنيا، هذا المال زائل، يفيدك اليوم باكر ما يفيدك. هنا قعدنا كيك وشاي ونسوان كلش، هنا تونسنا. صورتكم طريق الرجعة، هاي احنا راجعين البغداد، خلصنا زيارتنا الحمد لله والشكر، اتممنا الزيارة وخلصنا زيارتنا وراجعين البغداد. فارجع واقول اليوم المال يفيدك باكر ما حد يفيدك، بس عملك. فاتمنى هاي الظاهرة تنقرض. شغلة ثانية، الزيارة قبل لا تكون زيارة هي أدب. هل مدافع والله العظيم، يعني فوق ما شقت جنطتي وشقت عباتي بس على مود تبوق، والله العظيم طلعت يعني من الضريح اني حجابي، لو تشوفون يعني الموقف حجابي شلون صاير، يعني تجرج من حجابك، تجرج من ملابسك، يعني ليش؟ ما هم مسوين سراوات وتدخلين وحدة وحدة تزورين، ليش هالمدافع؟ ترى الزيارة أدب، قبل ما تكون هي زيارة هي أدب. فأتمنى نتعاون بيناتنا، وهاي الظاهرة نشيلها من حياتنا، حتى احنا نزور براحتنا. يعني كل شخص لو يمثل بهذا النظام يزور براحته ويفسح مجال للغيره. ترى اوكي انتي سلمتي وبست الشباك مرة مرتين كافي، يعني معقول؟ يعني شو هالعقلية؟ يعني تردين تاخذينه وياك؟ لا، انطي مجال لغيرك. يعني انتي اكو بيها ناس والله العظيم من الباب وتوصل زيارتها، واكو بيها يظلون لازمين الشباك وزيارتها ما توصل. فاتمنى احنا نسوان بيناتنا نتعاون. يعني والله شوفين حتى زيارة الزلم شوفينها خفيفة مو مثل النسوان. ليش يا اخواتي؟ خلنا نتعاون بيناتنا.
خلونا نغير هاي الظاهرة. أتمنى كلامي تسمعونه، وأتمنى كلامي ما يضوجكم، وأتمنى ما ضوجتكم بكلامه، وأتمنى كنت خفيفة الظل وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك. أحبكم كومات حبايب قلبي، راح أشتاق لكم كلش هواي. مع السلامة بنات، باي.